السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن الواقعة اللي حصلت في فيصل في شارع العشرين، شارع مليان بالسكان، منطقة شعبية جميلة مليانة محلات. من ضمن المحلات ديت محل لواحد بتاع المثال اسمه محمد ياسر، عنده 38 سنة. محمد ياسر دوت يعني عنده ابنه عنده 5 سنين. هو كل اللي بيترجى من الدنيا، كان نفسه يشوفه حاجة كبيرة ولكن هو ملحقش. محمد ياسر ليه جاره اسمه بكر عبد الباسط خضري، محل فاتح خضري. ففي يوم من الايام طلب منه ان هو يعمله تندة للبلكونه عنده في البيت، فقال له من عينيا حاضر، وراح خد المقاسات. ولما خد المقاسات قال له بس دي هتكلف. قال له لا ولا يهمك، عادي خالص، شوف انت عايز كام. المهم اداله 1000 جنيه عربون. بدأ محمد ياسر يشتغل له في التندة اوام وخلصها له. وبعد ما خلصها بكر عبد الباسط اللي هو الخضري ده بيطلب منه، بيقول له تعالى ركبها لي بقى النهارده. قال له بقى النهارده مش هينفع، عشان خاطر انا معيش عمال او صناعيه، وعلشان خاطر اركب التندة ديت لازم يكون معايا 2 صناعيه، فما فيش حد معايا النهارده في الورشه، فخليها في يوم تاني. قال له لا هتركبها النهارده، ومصمم ان هو يركبها النهارده، وبيتخانق معاه عشان خاطر ان هو لازم يركبها النهارده. قال له لا ليه؟ طب كده يعني انت مصمم على رايك؟ اقول لك على حاجه يا عم الحاج عشان ما نخسرش بعض، ادي ال 1000 جنيه العربون اللي انت اديتهم لي، وانا عليا العوض في التندة اللي انا عملتها. خد منه ال 1000 جنيه. يسكت بقى، قعد 6 شهور يرازي فيه في الراحه وفي الجايه. يقول له فين ال 10 جنيه؟ يقول له 10 جنيه بتاعت ايه؟ قال له العموله بتاعت ال 1000 جنيه 10 جنيه، انا عايز منك 10 جنيه. ولكن بعض المواقع الاخباريه التانيه كاتبه اللي هو بيقول له لا ال 10 جنيه ديت اللي هي بتاعت ايه؟ الشاي اللي انا شربتك بيها الشاي. ايا كان بقى هو مختلف معاه على 10 جنيه. فمحمد ياسر اعتبر ان هو كده يعني الراجل بيفرد عضلاته عليه، او ان هي فرده. يعني انا اديتك حقك، انت اديتني 1000 جنيه، اديتك ال 1000 جنيه وشرت انا كمان التندة، عايز مني 10 جنيه بتاعت ايه بقى؟ فطبعا ده مصمم ان انا وياخد حقه، والتاني طبعا مش عايز يدفع له ال 10 جنيه. فقعد بقى يرازي فيه في الراحه في الجايه، كل ما يروح ويجي يقعد يشتم فيه يلقح عليه. فطبعا هنا الناس حاولت ان هي تصلح بينهم، ومن ضمنهم هاني عبد الباسط اللي هو اخو بكر عبد الباسط ده، اخو الخضري. ولكن مفيش فايده. وفي يوم المشؤوم، اليوم الواقعه نفسها، نزل محمد ياسر يفتح الورشه بتاعته الصبح، وهو معدي كده جنب الخضري، بدأ ما يلقح عليه بيقول له يا عم ايه مش هتيجي تسلم علينا؟ فطبعا محمد طيب قوي قال له لا ده انا هجي لك لغايه عندك. دخل محمد، لقى التاني راح مديله بالروسيه، وهوب بالمطوه في صدره، وقعه مرة واحدة في الأرض ميت. هي ضربة واحدة، حتى حب يشد المطوة مش عايزة تطلع، خد بعضه وجري هرب. والأجهزة الأمنية تبحث عنه وهيجيبوه. كل ده علشان خاطر إيه؟ مصمم إن هو ياخد ال10 جنيه بتاعته لسبب هايف جدا. يتم ابنه اللي عنده 5 سنين اللي بيترجاه من الدنيا. العيل دوت رايح المحل كل شوية يقول فين بابا؟ بابا فين؟ ما يعرفش إن هو مش هيشوف أبوه تاني. زوجته اللي مش مصدقه نفسها وفي حاله يرثى لها تقول لك اعمل ايه دلوقتي بعد ما مات ابني دوت اللي هو كان بيترجى من الدنيا وكان نفسه يبقى هو حاجه كبيره؟ حرام ان هو يعمل كده علشان خاطر ايه ده كله؟ علشان 10 جنيه؟ مش صمم ان هو يعني ليه حق عنده. واخوه طبعا هنا بيقول احنا مش هنسيب حق اخويا. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بنقتل بعضنا على اسباب هايفه جدا، حاجه لا تذكر. ايه 10 جنيه دي ما تجيبش باكو بسكوت للدرجه ديت. يعني خلاص الرجوله خدتك، الرجوله خدتك، عايز تاخد حقك من جارك تقتل جارك؟ هو ده الجار اللي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايه ده؟ هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.